السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. لو عندك فرخة حلوة مقلبظة وجميلة كده، فرخة كبيرة كده زي اللي انا جايباها، هتعملي فيها ايه؟ تعالوا نعملها مع بعض بطريقة حلوة وجميلة مميزة. يلا بينا. اول حاجة بتغسلي الفرخة كويس جدا جدا، وتبتدي تقطعيها كده. بسم الله ما شاء الله، الفرخة بتاعتي كانت كبيرة حوالي 3 كيلو وربع، 3 كيلو ونص، حاجة زي كده. انا ما وزنتش عشان بصراحة انا تربيتي بقى مربيها عندي وكده. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة وحاجة متربية على ايدك، مفيش زفارة، مفيش حقن، مش محقونة، مش واخدة تطعيمات الكلام ده، لا. حاجات مربياها في البيت وجايبة الأدوية من عند الدكتور البيطري، بقى هو مظبط الدنيا معاكي، وبتطلع الحاجة جميلة كده. تعملي وانتي مطمنة وتاكلي وانتي مطمنة. وبسكينة حامية حلوة كده جامدة قطعتها. بسم الله ما شاء الله، عملت معايا حوالي 15 16 قطعة كده. دايما لما تكوني هتعملي فراخ مشوية، انا حرقت لكم الفيديو وقلت لكم احنا هنعمل الفراخ ايه النهارده. هنعمل الفراخ مشوية بطريقة سهلة وبسيطة ومميزة. وطبعا كل المقادير بتاعتها ومكوناتها موجودة عندك في البيت. بعد ما تشتري الفرخة، كل الحاجات دي موجودة عندك في البيت، هتاخدي منها حاجات بسيطة جدا جدا. تمام. بنقطعها قطع صغيرة كده، قطع حلوة معقولة يعني، وسط لا كبيرة ولا صغيرة. ونجيب بقى سكينة رفيعة كده، سكينة الفاكهة، ونبتدي ايه بقى، نغزغز كده في الفرخة. نمسكي الدبوس كده، ندي فيه مثلا غزغزتين كده 3. وكل طبعا القطع بتاعتي بنفتحها ونعمل فيها الفتحات دي. وكل ما نفتح قطعة نحطها في الطبق بتاعنا. شايفين الفتحات عاملة ازاي؟ ليه بقى؟ عشان تتشرب من التتبيلة. وعلى قد ما تقدري تفتحي اكتر، لان كل ما تتبل اكتر كل ما تستوي بسرعة معاكي، متاخدش معاكي وقت. وهتجيبي الخلاط بتاعك، سواء عندك كبة سواء في الشفشق، الخلاط عادي جدا. لو ما عندكيش كبة، بصلة مكعبات صغيرة كده، وحدتين طماطم أو 3 معقولين صغيرين، معلقتين ملح صغيرة، معلقة بابريكا، نص معلقة 7 بهارات، معلقة فلفل أسود، يعني ربع معلقة قرفة، وكوباية زبادي، ومعلقتين زيت، معلقة خل أبيض، وعصرة ليمونة. ولو ليمونتين عادي برضو مفيش مشكلة، تدي مزازة وتبقى طعمها جميل. دي بقى كل الخلطة بتاعتنا النهاردة، مفيش أي حاجة بتجيبيها من بره، كل حاجة موجودة عندك في المطبخ. والدنيا سهلة وبسيطة، بسم الله ما شاء الله. وهناخد بقى كل الكلام الحلو ده وننزل بيه على الفراخ بتاعتنا، وبنقلبها. قلبي كويس جدا على قد ما تقدري، بحيث ان تتأكدي ان كل قطعة وصلت للتتبيلة وبدأت تتشرب منها. وخليكي دايما متأكدة ان التتبيلة بتاعتك والخلطة اللي انت عملتيها تكون مغطية الفراخ، ما تكونش اقل من الفراخ. الملح معقول، التوابل متظبطة بالملي، الخلطة متظبطة بالملي، وبنقفل على الكلام الحلو ده كله. كده تمام التمام وزي الفل. عايزة بقى ممكن تسيبيها يوم، ممكن تسيبيها يومين. عارفة يومين دي آخر حاجة، بس اليومين بسم الله ما شاء الله تكون طبعا اتشربت من التتبيلة كويس جدا جدا، ما تاخدش معاكي سوا. لو يوم واحد هتستوي برضو من الفراخ اللي انت مسويها في البيت دي، بتبقى طبعا جميلة جدا وحاجة كده زي الفل. ما تاخدش وقت زي الفراخ بتاعت بره. تمام. بس كل ما تقعد في التتبيلة اكتر كل ما يكون احسن. وعلى شبكة، والصاج الفرن عندي صغير كده، وشبكة صغيرة، احط حبة مية وادخلها الفرن نص ساعة، تطلع بالطريقة الجميلة والشكل اللذيذ اللي انتوا شايفينه ده. واللي وصل معايا لحد هنا يا جماعة، ما ينسانيش بلايك وشير وسبسكرايب يوصلكم مني كل جديد. وما تنسوش يا حبايبي تدوسوا على الكل في تفعيل الجرس. تمام. على بقى رز بسمتي، على رز اصفر، على اي حاجة، حبة مثلا بقدونس عندك، بتطلعي الفراخ بتاعتي. شايفين؟ انا بصراحة ما خليتهاش غير يوم واحد. شايفين طالعة جميلة ازاي؟ شبه مهرية يا جماعة بصراحة، يعني شبه مستوية زيادة عن اللزوم. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة وتشرفك على سفرتك في أي وقت، سواء عندك عزومة، سواء في رمضان، سواء في أي وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في حفظ الله.